السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم في القناه ديالي اللي هي قناه ديالكم، معكم شروق في فيديو جديد وخبر جديد كما العاده. نتمنى تعمل فيه الافاده خوتي خواتاتي. خبر مهم وخبر عاجل، المفوضيه الاوروبيه في نقدر نقولوا مناقشات وفي مفاوضات مع المملكة المغربية بخصوص تجديد هاد الصفقة ديال الصيد البحري. كيف ما عارفين هاد التريبونال نقدروا نقولوا سوبريور ديال الجوستيسيا ديال الأونيون أوروبيا، يعني عن قريب غادي يعطي هاد السنتنسيا ديالو ولا يعطي هاد القرار ديالو تجاه هاد نقدروا نقولوا اتفاقية الصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي. وكنشوفوا بان جميع المؤشرات تدل بانه غادي يكون واحد سنتنسيا اللي ضد هاد المصالح ديال المغرب والاتحاد، بحكم ما كيف ما عارفين يعني هاد القضيه هادي غادي ولا هاد الصفقه الحاليه غادي توفى نهار 19 يوليوز، وطبعا باغيين تجديد بأقصى سرعة نقدر نقولوا عاجلا أم آجلا تجديد هذه الصفقة الصيد البحري اللي كيستافدوا منها نقدر نقولوا يعني بمعطيات رسمية 148 نقدر نقولوا باركو أوروبي أو 93 باركو ولا باطو إسباني. خوتي خواتاتي بقاو معايا في هذا الفيديو. كيف ما قلنا غادي نطرقوا لهاد الامور كامله، غادي نشوفوا رد فعل المغرب على هاد المساله هذه، وواش المغرب غادي يجدد ما غاديش يجدد. المغرب رافض باغي، يعني اسئله اللي مطروحه. وما نساوش بان هاد الفايو ديال التريبونال ولا هاد القرار اللي غادي يعطي التريبونال في هاد الاشهر المقبله ان شاء الله غادي يجي في نقدروا نقولوا الاشهر اللي اسبانيا غادي تكون مترأسه البرلمان الأوروبي. فلهذا يعني نقدر نقولوا بأن هذه الصفقة راها عندها واحد الأهمية كبيرة بزاف، خصوصا في هذه العلاقات المشتركة الحالية اللي كاينه بين المغرب وإسبانيا، وخصوصا اللي إسبانيا مستفيدة فيها بزاف وبزاف وبزاف. كيف ما قلنا بقاو معايا في هذا الفيديو على بركة الله. ندخلوا في صلب الموضوع. أول حاجة وأهم حاجة، تحية كبيرة ليكم ناس ديالي ميخنتي أينما كنتم، شكرا لكم دائما وأبدا على الدعم، على التحفيز، على اللايك وعلى البارتاج. طبعا رمضان مبارك لجميع المتابعين الكرام، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. خوتي خواتاتي، اللايك البارتاج والاشتراك طبعا اللي مازال ما اشتركش في هاد القناة. بلجيكا ولا بروسيلاس بروكسل كتقلب على خرجة لهاد الاتفاقية ديال الصيد البحري مع المغرب قبل، كيف ما قلنا عاجلا ام اجلا. علاش قبل هاد الكوندينا ديال التريبونال ديال الجوستيسيا ديال الاتحاد الاوروبي ولا هاد القضاء الاوروبي؟ يعني كنشوفوا بان بروكسل ولا المفوضية الأوروبية بصفة عامة باغا تجديد هاد العقد هذا ولا تجديد هاد الصفقة ديال الصيد البحري مع المغرب في أقرب وقت الإخوان، كيف ما كنقولوا قبل ما تخرج هاد الفايو ديال القضاء الأوروبي. بحكم ما كيف ما عارفين يعني إلا تم تجديد هاد الصفقة هذه يعني ما غاديش يلقاو مشاكل، كيحاولوا يعني يلقاو شي خرجه لهذه القضيه هذه. علاش؟ حيت اوروبا الاتحاد الاوروبي بصفه خاصه يعني ما يقدرش يستغنى على المغرب في عده مجالات. ومن جديد كنكرروا نفس الكلام اللي بعض الناس عارفين، نقدر نقول اغلبيه عارفين، ولكن بعض منهم يعني باقين شاكين في هذه القضيه. المغرب دوله اللي هي جد مهمه للمصالح ديال الاتحاد الاوروبي في مجال الأمن، في مجال تجاري، في مجال نقدر نقولوا ديال الصيد البحري، الفلاحة، المساعدة ولا هاد التعاون ضد الإرهاب، تهريب وأمور أخرى كتيرة وعديدة. فلهذا المغرب راه دولة اللي هي استراتيجيكامنتي هافلاندو مهمة جدا للاتحاد. فلهذا الاتحاد باغي يعني خرج لهذه القضية هذه بلا ما يستغنى على المغرب وعلى هاد الصفقة اللي عنده مع المغرب.
ما نساوش بأن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وبين المملكة المغربية علاقة كذلك ممتازة، بغض النظر على بعض الدول اللي عندهم معها شي احتكاك، مثلا فرنسا حاليا، ولكن العلاقة ممتازة مع الاتحاد الأوروبي. كيف ما قلنا الإخوان، من ضمن هاد الدول ديال الاتحاد الأوروبي قلنا بأن 128 باطو اللي كيصيد في المياه ديال المملكة المغربية، في الساحل المغربي، في الصحراء المغربية. كنشوفوا بأن من هاد 128 يعني الأغلبية 93 إسبان. يعني نقدر نقولوا بأن إسبانيا هي أكبر مستفيد من هاد الصفقة ديال الصيد البحري. كيف ما عارفين 93 من 128 كاملة، راه نقدر نقول واحد الكم كبير ديال الباركوس الإسبان هما اللي مستفيدين. وعلى هادشي إسبانيا كتعمل جميع المستحيل، نقدر نقول جميع الأبواب طرقاتها، كتعمل المستحيل باش يعني تبقى هاد الصفقة هادي. كذلك الاتحاد بصفة عامة. فلهذا كنشوفوا بأن نهار كيف ما قلنا الإخوان 17 خوليو، يعني نهار 17 في شهر 7، نهار 17 في شهر 7 غادي يسالي هاد الاتفاق ديال الصيد البحري اللي كان عامل المغرب مع الاتحاد الأوروبي واللي تعمل في 2019. كذلك كنشوفوا بأن الاتحاد الأوروبي كان كيعطي المقابل ديال أنا نخليك تجي تصيد في البحر ديالي، يعني كان كيعطي المغرب 50 مليون الأورو كل سنة، يعني أنواليس كل عام. كذلك نشوفوا بأن هاد الليميتي هذا جميع المؤشرات تدل بأن هاد التاريخ هذا اللي تكلمنا عليه نهار 17 في شهر 7 المغرب ما غاديش يسد الأبواب ديالو طبعا قبالة هاد الباركوس هادو، ولكن غادي تكون واحد الصعوبة طبعا في فاينار ولا في هاد المهمة ديال الصيد في هاد المنطقة. على هادشي الإخوان كنشوفوا بأن أوروبا يعني عندها واحد الرغبة كبيرة باش تلقى خرجة لهاد القضية هادي عاجلا أم آجلا. فلهذا كنشوفوا بأن كاينين مفاوضات وكاينين كذلك يعني هاد يعني دراسات لخرجة أخرى ولا لصفقة أخرى من طرف الاتحاد. وكذلك المملكة المغربية مستعدة يعني تمضي عقد آخر مع الاتحاد الأوروبي، ولكن طبعا بشروط الإخوان كيف ما عارفين، بشروط اللي هي جد جد مهمة وفي صالح يعني المصلحة العامة ديال المملكة المغربية. فلهذا الإخوان كنشوفوا بأن المغرب هذه الفرصة ديالو باش يحط الشروط ديالو على الطاولة، والمفوضية الأوروبية يعني تأثبتي ولا تقبل هاد الشروط ولا ترفض. طبعا الرد كيبقى ليها، ولكن هذه هي الفرصة اللي المغرب مستحيل يضيعها من يده. هذا ما كان الإخوان، نتمنى كما العادة تعمل إفادة لايك والبارطاج لهذا الفيديو. دمتم في رعاية الله وفي حفظه، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله.